دايما بيقولوا السينما مراية المجتمع، ودي الجملة اللي أي حد من الصناع بيقولها لما بيجي يقدم قضية أو فكرة موجودة في مجتمعنا، لكن ممكن تسبب إثارة جدل. فبيقول الجملة دي عشان يحمي نفسه من أي مشكلة، ولكن دي الحقيقة وده الواقع. السينما والتلفزيون هما فعلا مراية المجتمع. كل واحد فينا ممكن يلاقي نفسه في شخصية من شخصيات فيلم أو مسلسل بيحبه، أو حتى كمان مسرحية، عشان هو ده الفن اللي بيعكس صورنا وحياتنا ومشاكلنا وقضايانا عشان يدور لها على حلول ويسلط عليها الضوء. وفي ساعات بتوصل من كتر قوة العمل الفني ده وتأثيره إنه ممكن يعمل حركة في المجتمع وثوابت كمان تتغير تأثرا بالفيلم ده اللي ناقشت قضايا أو لفت نظر لحاجات مهمة في المجتمع. عشان كده ده موضوع حلقتنا النهاردة، عن أفلام غيرت في المجتمع، سواء غيرت قوانين أو عملت حركة وبلبلة وجدل كبير جدا. حلقة جديدة من سيلفر توكس، يلا بينا. يا ست هانم، هذا هو القانون. يتغير قانون ضد المنطق والإنسانية، يتغير يتلغي. أول فيلم هنتكلم عنه هو فيلم أريد حلا. الفيلم اللي كان من بطولة فاتن حمامة، رشدي أباظة، رجاء حسين وأمينة رزق، والحوار كان لسعد الدين وهبة والإخراج لسعيد مرزوق. الفيلم اللي كان بيحكي عن قصة حقيقية للصحفية حسن شاه، لأنها ذكرت إن قصة الفيلم مستوحاة من قصة صديقة ليها في العمل، وإن الظروف والمعاناة اللي كانت صاحبتها بتمر بيها كانت بالنسبة لها مستفزة جدا إنها تقدمها في قصة فيلم. وده اللي حصل فعلا في فيلم أريد حلا، لأنه كان من أوائل الأفلام اللي ناقشت قضايا الطلاق بالشكل الصريح اللي اتناقشت بيه في الفيلم، لأنه فتح باب الحديث كمان عن قضايا الخلع ومش بس الطلاق. وفوق كل ده هو اتكلم بشكل كبير عن معاناة المرأة مع قانون الطاعة والعنف اللي ممكن تواجهه، زي إنها تجبر على العيش مع زوجها بدون رضاها أو إنها تعيش معاه بالقوة. كل دي قضايا مهمة ناقشها الفيلم، عشان في سنة 1979 يصدر قانون رقم 44 واللي كان بينص على تغييرات في قوانين الأحوال الشخصية، وتسمى القانون ده بقانون جيهان نسبة للسيدة جيهان السادات، لأنه صدر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. القانون اللي نصف المرأة بشكل كبير جدا، لأنه مش بس كان بيتكلم عن قانون الطاعة، هو كمان كان بيلزم الزوج إنه يبلغ زوجته قبل الطلاق، واداها الحق في تحريك دعوة قضائية للمطالبة بالنفقة، وإن الفترة بتاعت حضانة الطفل لدى الأم تطول. وده كان أول فيلم معانا النهاردة يغير في القوانين. تعالوا نشوف إيه الفيلم اللي بعده. سلطان، ألف مبروك يا حبيبي، ربنا أظهر براءتك وقبض على القاتل. أنت بريء. بريء؟ دلوقتي بس ظهرت براءتي؟ عدالة المجتمع اتأخرت عني كتير، غمضت عينيها وما فتحتهمش إلا لما بقيت مجرم قاتل. ارجعوا للبوليس قولوا لهم سلطان غني عن البراءة. سلطان في ايده مسدس وتعلم ازاي يدوس على الدينار. سلطان قلبه اتحجر ومش هيرحم حد ابدا. المشهد ده هو مشهد مهم وماستر سين من الفيلم التاني اللي هنتكلم عنه، وهو فيلم جعلوني مجرما. الفيلم اللي برضه كان متاخد من قصة حقيقية كتبها واختار انه يقدمها النجم فريد شوقي، والقصة الحقيقية اللي ألهمته انه يقدم الفكرة دي هي انه كان في يوم من الايام في زيارة لاخوه احمد شوقي مأمور الإصلاحية في القناطر، ولفت نظره الأطفال الصغيرة هناك في الأحداث، وفضل مشغول بمستقبل الأطفال دول بعد ما يخرجوا هيعملوا ايه، لأنهم أكيد هيكونوا مرفوضين من المجتمع لأنهم ببساطة سوابق، وده اللي ممكن يسوقهم بعد كده انهم يكملوا طريق الإجرام، لأنهم مش عارفين يلاقوا فرصة كويسة بسبب وصمة السابقة الأولى. قدم فريد شوقي القضية دي في فيلمه، وفعلا نجح انه يسلط الضوء على قضية مهمة زي دي، وانه يدي فرصة للأفراد دول انهم يمشوا في طريق جديد بعيد عن الإجرام والانحراف. وبالفعل اتغير القانون واتلغت السابقة الأولى في نفس السنة بعد صدور الفيلم، وده كان عكس اللي حصل بعد أريد حلا، لأن قانون الأحوال الشخصية وقتها اتغير بعد أكتر من سنة من عرض الفيلم. لكن من قوة تأثير جعلوني مجرما الفيلم نجح انه يأثر في المجتمع ويسبب تحريك سريع وتغيير للقانون. وده كان تاني فيلم اتكلم عن قضية مهمة مستوحاة من مجتمعنا ومن قضاياه. تعالوا مع بعض نشوف ايه هو اخر فيلم، يلا بينا. يعني مش هتحاول تهرب تاني؟ ههرب ليه بقى؟ وخلاص. يعني ده وعد؟ كلمة شرف. ايوه، كلمة شرف. ده اخر فيلم هنتكلم عنه النهاردة، واللي بعده بقى يقدر المسجون انه يقوم بزيارة استثنائية خارج السجن لمدة 24 ساعة او 48 ساعة من خلال قصة سالم السجين اللي كان مسجون ظلم. كان نفسه يقول لزوجته انه مظلوم وبريء، ولكن للأسف عرف انها مريضة جدا وعلى وشك انها تموت.
لكنه طلب من المأمور اللي قدم دوره النجم أحمد مظهر إنه يخرج يزورها قبل ما تموت ويقول لها إنه بريء. وبالفعل المأمور سمح له إنه يخرج بعد ما اداله كلمة شرف إنه يخرج ويرجع تاني بعد الزيارة. كلمة شرف، كلمة شرف. وبالفعل الفيلم عمل حركة في المجتمع وغير فعلا في قوانين السجون. وكده تكون خلصت حلقة النهاردة، وهي أفلام غيرت في القوانين وعملت فعلا تغيير مهم جدا في مجتمعنا. كنت معاكم لجين أشرف في سيلفر توكس، واستنوا السبت الجاي حلقة جديدة.